اهلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اول ما فقت لانه رح يجوني ضيوف فما لحقت انه اصور لكم من الاول. هون حطيت كان عندي الحب اللي قلت لكم عليه واشتريته من السوري، فحبيت اعمل حلو. وهون بدي اعمل مقلوبة. اول شي قطعت البطاطا وقلت اقليها اخلص منها هي والباذنجان. هون عم بقطع الباذنجان، قطعت قشرته وغسلته كتير منيح. ويا بنات بدي اسألكن انتو للحبوب شو بتحطوا له؟ صراحة ان احنا يعني بحلب بنعمله بالمي، ما بنعمله بالحليب. ان احنا يعني مو كتير بنحبه بالحليب، ما بعرف انتو شلون بتساووا، بأي طريقة بتحبوه بحليب ولا بدون حليب؟ بس اليوم لانه انا ما عندي المطيبات اللي بحطوا لها اياها للحبوب، فحطيت نص حليب ونص مي بس مشان الطعمة، وطلع كتير طيب. هون كنت عم بشوف اذا البطاطا استوت ولا لا. انا بقليها نص قليه، يعني ما بقليها قليه كامله. معلش بدكم تعذروني لانه صوتي كتير مريض. الحمد لله هون خلصت قلي البطاطا، بقي بس عندي الباذنجان. وعم يجيني كتير تعليقات، انتي من وين، قد عمرك، من اي محافظة؟ انا من سوريا، من حلب، ومقيمة في الامارات. عمري 25 وعندي بنوتة وحدة. هون قلت بدي اساوي سلطة خس. انا بس بحط خس وخيار وبندورة. لانه ما تم عندي أي وقت ابدا، كان جايين ضيوف ودوبي الحق. انا السلطة بنحبها نحن خشنة، ما بنحبها كتير ناعمة. فحتى الخيار يعني بقطعه انه يعني خشن، حباته كبيرة مو صغيرة ابدا. والبندورة نفس الشي. وكان عندي كم حبة من الجرجير وحبة واحدة من الفليفلة. فحطيت نص الحبة الفليفلة للسلطة، والنص التاني عفته مشان احطه مع المقلوبة. وهيك السلطة صارت جاهزة. انا بحط شوي نعناع ناشف، وبحط لها حمض الليمون او عصير الليمون وشوية ملح. وهون قلت بدي اساوي المقلوبة بطنجرة الضغط، لانه ما عندي طناجر يعني بالحجم اللي بدي اساوي فيها المقلوبة.
كنت ما عم بعرف اول شي اشغلها، فبعدين عرفت كيف. اول شي حطيت شوي من الزيت القلي، وهلا بقلي اول شي الفروج او الدجاج، ما بعرف ايش تقولوا له انتو، يعني كل البلد بسموه انه يعني شي. حطيت تقريبا اكتر شي فلفل اسود، يعني المقلوبة انا يعني اكتر شي بحط لها ماجي وفلفل اسود، ما بحط توابل تاني ابدا، وملح، لانه الماجي والفلفل الاسود هن اللي بيعطوها طعمه. وهون كنت عم بحط شوي من الفلفل الاسود المطحون. تقريبا معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، وبرجع هذا الشي على حسب الرغبة. هون حطيت 4 مكعبات من الماجي وشوي ملح. هون كنت مقطعة شوي من البصل الشرائح انا بحطه معه. حتى الرز انا هون غاسلته يعني ومصفيته، وحطيت له كمان فلفل اسود وشوية قرفة، وبتخلطوه كتير منيح. وبحط معلقتين معجون الطماطم او معجون البندورة. وهون بعد ما تقلى الدجاج حطيت تقريبا 5 كواب من المي. يعني المي انتو بتعيروه على حسب الرز اللي عندكن الكمية. هون كنت عم بشوف اذا الدجاج استوى ولا لا. هون انا بصفي المرقة وبطبقه تطبيق، يعني الباذنجان الرز الدجاج كله فوق بعضه، وباخر شي بحط الرز. اول شي بحط البندورة، بعدين بحط البطاطا، واخر شي الباذنجان والرز. واي سؤال حابين تسألوني اياه اكتبولي اياه بالتعليق، وان شاء الله برد عليكم. وهون كانت المقلوبة يعني استوت، وكنت مترددة انه رح اقدر اقلبها ولا ما رح اقدر. وبالاخير الحمد لله انه قدرت اقلبها، لانه كانت كتير تقيلة وسخنة. ما شاء الله طلعت بتشهي كتير كتير طيبة. جربوها واعطوني رأيكم بالتعليقات.
وهون كمان استوى الحبوب عندي، قلت بدي احطه بالزبادي اخلص منهم عشان يبرد واحطه بالبراد قبل ما يجوا الضيوف. وهون زاد عندي لانه كتير حبوب، يعني انا ما عندي زبادي على القد، فعندي هدول العلب عبيت فيهم وقلت بعطيهم يعني بوزعهم، اعطيت منهم لبيت حماي ووزعت منهم. هدول العلب حراريين يعني ما بيدوبوا ابدا. وهيك صار جاهز، وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد مني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.